السلام عليكم يا صديقي. اللي قدامك ده صديقي مصطبة دفن، مصاطب، نوع من انواع الدفن اسمها المصاطب. حلو كده. والمصاطب دي كانت لدى المصري القديم يا صديقي، والمصاطب دي كانت لعلية القوم والملوك. تمام. عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه المباني اللي بتتبنى بالطوب اللبن دي مباني فقراء. اصلا الفقراء ما كانوش بيبنوا مباني، يعني ما كانوش بيعملوا مقبره ولا بينحتوا ولا بيبنوا ولا بيعملوا اي شيء. تمام. المصطبه قدامك اهيت، بيبقى في مدخل جواها، على عمق مثلا العمق اللي تحت ده، فلنفترض ان العمق ده 1.5 متر لحد 2.5 متر. تمام كده. المفروض ان المداخل على وش الارض. طب لو عطاها على عمق زي ما كنا بنقولها لكم قبل كده، يبقى لازم يديني حاجه من على وش الارض تاخدني للاسفل للمدخل. طب المدخل ده على 2.5 متر، لما قلت لك اقصى عمق ممكن يديهولك 2.5 متر، عطاك من فوق ايه؟ درج سلم واضح اهو، درج سلم بالطوب اللبن، نزلك يا ابن عمي، نزلك تحت المداخل ودي المصطبه. تمام كده زي ما انت شايف كده. طيب يجي لك بقى الرجاله، تقول لك ايه؟ المداخل على 20-30 متر ولازم تكسر لان هي كلها عجنات، ويخليك تصرف الوفات الاول، الوفات مؤلفه على ايه؟ على المكن والهلاتي، وتقعد تكسر ويقول لك انزل واطلع. ليه يا صاحبي؟ لان دي سبوبه واكل عيش ناس، بقت اكل عيش ناس كتير قوي. اللي هو يجي يقعد عندك 6 شهور يجيب رجلك الاول ويتفق يقول لك انا 2-3 ونوصل للاثار. طبعا انت تروح تتصرف في الفلوس وتدفعها على اساس ان 2-3 ولا اسبوع تطلع اثار، والاسبوع يبقوا شهر والشهر يبقوا سنه والسنه تبقوا سنتين، وتكتشف في الاخر يا ابن عمي انك شغال في طبيعه وراحت فلوسك عليك يا صابر وضاعت فلوسك. هو بقى لما يقعد عندك سنتين ويقعد عند غيرك سنه ويقعد عند غيرك 6 شهور اكل شارب نايم وياخد فلوس نصيب عليكم، وفي الاخر الله يعوض عليك وعلى فلوسك ويقعد يخترع لك اي فيلم بقى، الرصد شديد، اصل احنا لسه عايزين فلوس تانية، اصل احنا هنصرف، اصل احنا عايزين بخور، احنا عايزين ماده، احنا عايزين ما اعرفش ندور ايه، والفيلم الحمضان اللي خرب بيوت ناس كتيره ده. نصيحه مني لك يا ابن عمي، ما تجريش ورا الموضوع ده، لان الموضوع ده صعب، علم لازم تفهمه الاول قبل ما تفكر تعمل اي حاجه. ومش معنى اني بعرض لك، اني بقول لك ان المداخل من على وش الارض او من تحت او من فوق يبقى ده معناه انك تروح تحفر وتنقب والكلام ده. لا طبعا، انا ما بنصحكش بالكلام ده، انا بوعيك وبقول للناس اللي شغاله واللي لسه هتشتغل واللي اشتغلت، وقف. كسرت في الجبل وكسرت في الكلام ده كله، وقف. انت ما عندكش شغل، شغال في ارض رمليه او طينيه، ما لقيتش مباني زي اللي قدام حضرتك ده مبنيه سواء بالطوب الاحمر او الطوب اللبن تخص مقبره، يبقى انت ما عندكش اي حاجه. اسمع نصيحه اخوك، هتكتشف الكلام ده بعد ما يتخرب بيتك وتبقى وتضيع كل حاجه. انت في الاول اهو، قبل ما يتنصب عليك او فلوسك تروح، ارجع على اللي انت في دماغك. انا احمد سفاري، ودي صفحه الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.